الجزء الجديد عند الدقيقة دي، والأحسن إنكم تشوفوا الأحداث من البداية علشان تفتكروا الأحداث. الأشخاص اللي جاوبوا على سؤال الحلقة اللي فاتت هم دول، عاش عليكم. شكرا لتعليقاتكم الجميلة اللي بتقول لي إن أنا أكمل، وإن شاء الله الجزء ده هيلخص كل الفصول اللي نزلت من الحكاية. ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان نوصل 15,000 في أسرع وقت، وكمان تعملوا لايك وتصلوا على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بتبدأ حكايتنا بنشوف شخص بيجري، وبنعرف إن ده بطلنا نماكي هاروكا اللي بيكون في المستوى 8158، والمهنة مستكشف من رتبة اس. بيكون قوي جدا لدرجة إن إحصائياته كلها بتكون من رتبة اس. نماكي بيكون واقف ضد الجيش من الوحوش وبيقتل عدد كبير منهم، ولكن بيتعب فبيطلب من مساعدته انها تدعمه، وفعلا بتعمل كده وبتدعمه، وبيجي له النظام وبيقول له ان في اعلى اليسار من السماء بيقترب وحش متقدم المستوى، وفعلا زي ما قال له النظام بيظهر له وحش فوقه على الشمال ونماكي بيقتله، وبتظهر له رساله ثانيه من النظام ان يمين من الخلف بيقترب وحش منه عالي المستوى. نماكي مش بيلحق يقتله، الوحش بيهجم عليه، ولكن بتيجي بنته وبتنقذه، وبنعرف ان البنت دي خطيبه نماكي وبتقول له ان هو يعتمد عليها، وهو بيقول لها تمام، وبيروح علشان يقتل التنين. وعند نماكي بيقول ان هو لما كبر عرف ان في اشخاص بيعملوا كمستكشفين، وان المدينه مدعومه يوميا من قبل المستكشفين، وبيواجه المستكشفين وحوش ضاريه فخاخ منصوبه اثناء استكشاف الزنزانه. بيكمل نماكي وبيقول ان بيتلقى المستكشفين مهمه من جمعيه المستكشفين زي اخضاع الوحوش داخل الزنزانه، وجمع تداول العناصر المكتسبه، وكمان انشاء الخرائط لاكتياس الزنزانه الخ. ومش كده وبس، لا ده كمان بيكرسوا انفسهم ليل ونهار علشان ينهوا الزنزانه. وبنعرف رقم الرتب، واعلى رتبه اس واقل رتبه سي. نماكي بيعرفنا ان لما بترتفع رتبه المستكشف في جمعيه المستكشفين بيكون حلم الثوره مش مجرد حلم. وبنرجع للماضي علشان نعرف نماكي وصل للقوه دي ازاي. نماكي بيكون في الطابق الاول وبيقول انه المفروض لما حد بيقتل في الوحوش بيزيد مستواه وكمان قوته، ولكن هو عنده الموضوع مختلف. بيكون نماكي وصل للمستوى 100 ولكن كل احصائياته منخفضه وهي في الدرجه دي. بتظهر رساله من النظام وبتعرفنا قوه نماكي. تقييم العام للحاله دي: القوه الهجوميه 210، او القوه الدفاعيه 286، والقوه الهجوميه 286. العنصر بيكون الماء، والمهاره الفريده اي واللي هي القياس والمعايره. نماكي بيقول مفيش وقت دلوقتي اللي انا ازعل، وبيبدا يستخدم مهارته الفريده. بتظهر له رساله من النظام وبتعرف ان هو مسح دائره نصف قطرها 30 متر، وان طبقات الارض عاديه، والهيكل المحيط قياسي، ومحتوى الطاقه المائيه قياسي المدى، والقدره التحمليه 20 من 878 كيلو جرام. وبيقول نماكي ان بعض اجزاء الارض هشه وده غير طبيعي، وان ده معناه ان هو يقدر يتعامل معاها لوحده. وبيكمل كلامه بيقول ان نزع الفخاخ او سطح الارض في الطبقات السفليه دي حاجه تافهه بالنسبه للرطب المرتفعه، ولكن بالنسبه لي حاجه صعبه جدا. نماكي بيفتكر ماضيه، وبنشوف ان في بنت ساعدته من الاشخاص المتنمرين اللي كانوا بيتنمروا عليه، فبيقول للبنت دي هو انت لسه ساعدتيني؟ فبتقول له انها بتحب تشوف الفرحه اللي على وشاش الناس اللي بتساعدهم. نماكي بعد ما بيفتكر الماضي بيقول هي البنت دي ممكن تكون لسه فاكراني. مره واحده شخص بيظهر وبيكلم نماكي وبيبدا يتريق عليه، بيقول انه وصل لمستوى 100 ولكن قوته دي ملهاش اي 30 لازمه. بيبدا يتحقق من قوه نماكي وبيلاقي ان هو في المستوى 100 ولكن قوته من الرتبه دي. وبنشوف احصائيات المتنمر ده اللي بيكون في المستوى 45 ولكن من الرتبه ايه، وده اعلى من نماكي. واللي مش فاهم يا جدعان، نماكي في المستوى 100 ولكن رتبته ضعيفه جدا، وده اللي بيخلي قوته ملهاش اي 30 لازمه. يعني الشخص اللي بيتنمر عليه دلوقتي هو اقوى منه مع انه اقل منه في المستوى، ولكن هو علشان اعلى منه في الرتب. بتبدا البنت اللي مع الشخص المتنمر تتريق عليه وبتقول له ان هو مع انه في المستوى 100 ولكن هي من الرتبه بي واعلى منه. نماكي مش بيسكت للشخص المتنمر ده وبيقول له ان هو ضعيف جدا لدرجه ان هو ما انضمش لفرقه اخضاع عراتشي. وللتوضيح بس يا جدعان، الفرقه دي متخصصه في قتل الوحوش، ولان الشخص اللي بيتنمر على نماكي ده ضعيف جدا وملوش اي 30 لازمه فما انضمش ليها. الشخص اللي بيتنمر على نماكي بيتعصب منه، بيستخدم قوته عقوبه الجاذبيه وبيخلي نماكي لازق في الارض. نماكي بيكون متعب ومش قادر يتحرك، وبيقول له الشخص اللي بيتنمر عليه انه حتى لو هما كانوا اصدقاء مقربين في الطفوله ما يقدرش ان هو يقدم له نصيحه من شخص ضعيف زيه، وان احصائيات نماكي ومهاراته الفريده مجرد قمامه قدامه. نماكي بيكون مصدوم وبيقول له وانت دلوقتي توقفت عن التعامل اكننا اصدقاء مقربين. الشخص اللي بيكون بيتنمر عليه بيتعصب منه وبيقول له ان هو بيغضبه، وبيقول له كمان ان مستوى 100 مجرد رقم طالما رتبته قليله. وعند نماكي بيشرح وبيقول ان عاده لما بتوصل لمستوى 100 بيكون قوتك عاليه جدا وبيكون المهارات اللي بتستخدمها من الدرجات العليا، ولكن في حالته توقفت قوته عند المستوى المتوسط، وده اللي خلاه بيزيد في المستوى بس ولكن قوته ضعيفه زي ما هي. بيكمل كلامه بيقول ان مستوى 100 ولكن قوته الفعليه من المستوى 30، ومش دي المشكله الوحيده اللي بتقابله، لا ده كمان عالق في المستوى 100 وما بيعدهوش. بيقول نماكي ان البنت اللي هو عايز يتجوزها كان عايز يقف معاها جنبا الى جنب، وهي دي البنت نفسها اللي ساعدته وهو صغير. بيتعصب نماكي وبيقول هو ايه الفائده من رفع المستوى طالما انا ما زدتش في القوه. نماكي بيكون قايل الكلام ده وهو في الارض ومش قادر يتحرك. الشخص المتنمر بيمسك نماكي وبيرفعه في الهواء، بيقول هو انت فاكر ايه لما الشخص اللي انت بتحبه يشوفك في الحاله دي؟ الشخص المتنمر بيكمل كلامه بيقول هو انت فاكر انها لسه مهتمه بيك؟ بيكون الشخص المتنمر
متعصب من نماكي وبيمسك نماكي وبياخد حاجه منه. الحاجه اللي خدها منه كانت البنت معطاها نماكي كهديه ليه، وبيضحك لنماكي بكل خبث وبيقول له انه اكيد مش محتاجها وبيحطها على الارض وبيدوس عليها. نماكي بيتعصب عليه وبيقول له ان هو يسيبها، فبيضحك له وبيقول له ان هو ما يتعصبش وبيقول له ان هو دلوقتي حان وقت موته. وعند نماكي بيكون خايف وبيقول له انه يتوقف عن اللي بيعمله ده، فبيقول له الشخص المتنمر ان هو حتى لو موته هيقول ان في حادث حصل في الزنزانه. بيكمل كلمه بيقول ان في حاله الوفاه داخل الزنزانه بيتم التحقيق في سبب الوفاه ومش بيتم العثور على الجثه، وان الموضوع هيمشي كالاتي: انه سقط من الهويه محاوله لحمايته من الوحوش. بيكون ماسك الشنطه بيقول ان هيدي الشنطه دي للبنت اللي نماكي بيحبها وهيقول لها ان ده تذكار من نماكي، ومش هيقف على كده، لا ده بعدين هيتجوزها. نماكي بيتعصب عليه وبيقول له انه يخلص. الشخص اللي بيكون اتنمر على نماكي بيتعصب من نماكي وبيستخدم مهاره عقوبه الجاذبيه من الدرجه العليا، وعند نماكي بيكون بيتعذب بابشع الطرق. وعند الشخص اللي بيكون اتريق على نماكي بيقول ان هيخلي دلوقتي جسمه زي الورق، وبيبدا يستخدم مهاره عقوبه الجاذبيه باعلى مستوى. بيقعد يستخدم في مهاره عقوبه الجاذبيه مرات كتير لدرجه ان نماكي ما بيكونش قادر يستحمل، ومن قوه الجاذبيه الارض بتتكسر من تحت نماكي. نماكي بيكون ملقي على الارض وبيكون مليان دم. الشخص اللي بيتنمر على نماكي بيغيظ نماكي اكتر وبيقول ان هو هيعتني بالبنت بالرغم من حاله نماكي اللي بتكون صعبه، ولكن بيقول للشخص ده انه يتوقف، فبيضحك له بيقول ان هو هيقابله بعدين وبيكسر الصخور وبيقع نماكي. نماكي وهو بيقع الشخص اللي بيتنمر عليه بيبص له وبيضحك له. وعند نماكي بيكون مصاب باصابات خطيره وبيكون مش قادر وعينه عماله تدمع. نماكي بيكون غارق في الظلمات وبيقول ان هو كان عايز يكون اقوى ولكن دلوقتي مش قادر يتحمل اي حاجه. وفجاه بتظهر له رسائل كتير من النظام، واحده بتقول له ان مهاره التحليل والقياس نشطه، والثانيه بتقول له انه فاضل 18 ثانيه على وقت الاصطدام في الارض. وبتظهر له رسائل تانية من النظام ان احتماليه الموت مؤكده ونسبه الموت 100%. وفجاه بتظهر له رساله ثانيه وهو خلاص بيكون هيقع في الارض بتقول له جري اعاده القياس التلقائي. بيكون نماكي مستغرب هي المهاره اللي اتفعلت من تلقاء نفسها، وبيقول ان من زمن بعيد حاول سد الفجوه بينه وبين البنت اللي بيحبها ولكن ظهرت المهاره عديمه الفائده دي. وبيكمل كلامه بيقول ان المهاره دي ملهاش اي لازمه في القتال. الرسائل اللي كانت ظاهره له ان هيموت بيحصل لها خلل، وبيجيله رساله جديده من النظام ان تطورات المهاره الفريده ودلوقتي عدد الموت مره واحده وجري اعاده ضبط الحاله. النظام مش بيفعل الرساله دي وبيجيله رساله ثانيه انه اكتسب مليون نقطه خبره. واخيرا يا صديقي المشاهد نماكي بيزيد في المستوى، بتتفك اللعنه بتاعته. بيفوق نماكي وبيكون مستغرب ان هو لسه عايش، وبيكون متعصب وبيقول ان شينجي اتعود ان هو يستهزأ بيه ولكن ما يوصلش الموضوع الى الحد ده. وشينجي يا جدعان هو الشخص اللي بيتنمر عليه، بياخد الهديه اللي البنت اللي هو بيحبها كانت مديها له، وبيقول ان دلوقتي المفروض يروح يلحقها قبل ما شينجي يعمل حاجه فيها. بيكمل كلامه بيقول ان هو حتى لو راح يلحقها هو اصلا مش قده في القوه. نماكي مش بيفكر في الموضوع كتير وبيقول انه دلوقتي ما يحسش بالتشاؤم وان المفروض دلوقتي يروح يلحقها، ولكن بيكون مستغرب ان مفيش اي اصابات عليه. ولما بيبص للنظام بيتصدم لان الاحصائيات بتاعته كانت اتضاعفت. واخيرا العقده اتحلت وبقى مستواه 101. بيكون نماكي مستغرب ان في شخص اصلا ممكن يوصل ل 101، واثناء تفكيره بيكون في وحش مستخبي ومره واحده بيهجم على نماكي. نماكي بيتفادى ضربته بيمسك سيفه وبيقتله. بعد ما نماكي قتل الوحش بيكون مصدوم وبيقول ان الوحش ده مش مستواه منخفض ولكن هو ازاي قتله، وبيقول ان حاسس ان جسمه بقى خفيف والسيف جزء من جسمه. وفجاه بيسمع صوت عواء زي صوت الكلب، وبيقول ان هو لو كان في الطابق الثاني هيقابل وحوش الكوبلد ولو كان في الطابق الثالث هيقابل وحوش الذئاب. مش بيلحق يفكر بيلاقي هجوم ناري عليه وبيكون اللي عمل كده وحش من الذئاب. وبيقول نماكي ان الوحوش دي خطيره وبتسبب وفيات حتى المغامرين من رتبه بيه. نماكي بيكون خايف ومرعوب ولكن بيفكر وبيقول ان هو لازم يروح للبنت اللي بيحبها، وبيستخدم مهاره تقويه الجسد وبيزاول النظام وبيعزز له الحاله الجسديه. ومش بيعزز له الحاله الجسديه بس، لا ده كمان بيعزز له مقاومه النار والماء والرياح والبرق والظلام وسمات الضوء. وبيقول نماكي ان الاحصائيات اللي ظهرها النظام لو كانت حقيقيه فهو يقدر يقاتل. نماكي بيهجم على الذئب بكل قوته والذئب بيفعل قوه النار وده اللي بيخلي نماكي مش قادر يتحرك اكتر. وبيقول نماكي ان احصائياته اتضاعفت وده معناه ان هو يقدر يقتل الوحش عادي. بتيجي فكره لنماكي وبيستخدم مهاره القياس والمعايره، وبتظهر له صله من النظام ان بدا العداد وبدا يعد الوقت. بيبدا العداد يعد وبيحسب له بالثواني وبيقول انه عدى 18 ثانيه. وعند نماكي بيكون مستحمل لها بالعافيه وبيقول انه لازم يقاوم. وبتظهر له صله ثانيه من النظام ان عدت 20 ثانيه. وبيقول نماكي ان الوحوش عندها انماط كتير من القتال ولكن الوحش ده بالذات الوقت مش هيساعده. في اللحظه دي بيظهر له النظام وبيقول ان هو عدى 30 ثانيه والوحش بيهجم عليه. وعند نماكي بيقول ان الوحش جاي لغايه عنده بيمسك السيف وبيقسمه نصين. بيظهر له النظام تاني بيقول ان هو عدى 36 ثانيه وان انتهى العد التنازلي. نماكي بيكون فرحان لان عرف يقتل الوحش اللي من المستوى العالي، وبيقول ان في قتال زي ده محتاج مهاره القياس وانها فعلا مفيده في القتالات اللي زي دي. بيبص نماكي على وحش الذئب اللي بيكون قاتل راس فيهم، وبيقول ان مع مضاعفه الاحصائيات كان هيتحرق باللهب ويموت لو ما كانش عنده قوه تقويه الجسد. فجاه الراس الثانيه للذئب اللي كانت مغمى عليها تهجم على نماكي. نماكي مش بيدي فرصه للذئب وبيمسك السيف وبيحط في راسه، وبيجيله رساله من النظام ان تم التاكد من اباده الهدف وازداد في المستوى. وعند نماكي بيقول ان هو لو كان تردد لحظه واحده انه يقتل الوحش كان هو اللي هيموت. وهو مستريح على الارض بيجيله رساله ثانيه من النظام ان هو اكتسب مهاره جديده
بيكون نماكي مصدوم لان المهاره طلعت مهاره البصيره، ودي بتيجي للناس المبتدئه، وبيقول ان لما كان مبتدئ كانت المفروض تجيله ولكن هي ما جاتلوش، ودلوقتي جات له المهاره دي. بيستخدم مهاره البصيره على وحش الأرصوص علشان يحدد مستواه. النظام بيظهر لنا نتائج البحث وبنعرف ان الوحش ده أرصوص صغير، فناكامي بيقول ان مع ان الوحش صغير ولكن هو كان هيقتله، وبيكمل كلامه بيقول ان معنى ان وحوش الأرصوص هنا ده معناه ان هو في الطابق الخامس. بيبدا يجري باقصى سرعته، بيقول ان هو لو اتجه الى اسفل النهر هيكون هناك في منطقه امنه، ما بيلحقش يهرب، وبيلاقي ان في هاله غريبه وبتكون الهاله دي قويه جدا. ومره واحده السهم بتضرب على ناكامي، وناكامي بيمسك السيف وبتظهر له سلام النظام ان التنبؤ بموضع كل سهم. ناكامي بيمسك السيف وبيبدا يكسر في السهوم وبيقول ان هو دلوقتي لازم يهرب، وفجاه بتظهر له سلام النظام وبتحذره ان في وحش رفيع المستوى بيقرب منه بسرعه. النظام بدون ما ياخد رايه بيستخدم مهاره القياس والمعايره، بيعرف كل حاجه عن الوحش. بتبدا تتبعت رسائل كتير لناكامي، وناكامي مش بيكون عارف ايه فايده الرسائل دي، وبيجيله سلام النظام ان مستوى الهدف بيتم تحليل المعلومات دلوقتي، وبيجيله رساله كمان ان الخبره المطلوبه للمستوى التالي 1.5 مليون، وبيتم حساب عناصر نقاط التقييم المطلوبه لمكافاه التجربه، وبيكون وقت القياس 3 دقايق، وبيبدا قياس نقاط التقييم. فجاه بدون سابق انذار بيظهر له الوحش اللي بيكون قوي جدا وكبير. الوحش بيضرب عليه النار الزرقاء، فناكامي بيهرب من الضربه. الوحش مش بيسيبه في حاله، بيبدا يهجم عليه، ولكن ناكامي في كل مره بيعرف يتفادى الضربات. وبعد ما بتعدي ال3 دقايق اللي النظام قال له عليها بيتم مضاعفه احصائيات ناكامي، وبيجيله رساله من النظام ان تقديره دلوقتي بقى من رتبه ايه، وبتظهر له رساله كمان ان نقاط الخبره المكتسبه 1.5 مليون، وكمان زاد مستواه بمقدار 50. ناكامي بيبص النظام وبيلاقي ان الاحصائيات عماله ترتفع، فبيقول ان اكيد في عطل في النظام. ويا جدعان اللي مش فاهم، هو مفيش عطل ولا اي حاجه، هي ال3 دقايق لما عدت النظام بيضاعف له الاحصائيات، وهي دي ملخص مهاره القياس والمعايره. النظام لما حسه في خطر استخدمها على طول. بنروح لناكامي اللي حد بيتكلم في ودنه بيقول له ان هو السبب لانه قتل الجو بتاع الوحش. الشخصيه الغريبه دي بتكمل كلامها وبتقول له ان الام غاضبه منه علشان كده عايزه تقتله. ناكامي مش بيكون عارف البنت دي مين، وعند البنت بتكون بتكلمه وبتقول له ان هو ده خطأ وما يقدرش يتجنبه. البنت بتكمل كلامها وبتقول له انها حاسه بالنعاس علشان كده هو يبذل قصارى جهده. ناكامي بيحاول يقول لها انها ما تمشيش، ولكن البنت فعلا بتمشي. وعند ناكامي بيقول ان هو دلوقتي مش وقته علشان يفكر فيها، ولكن دلوقتي وقت القتال، وبيفعل مهاره السرعه الملكيه. الوحش بيهجم عليه بالنار الزرقاء، فناكامي بيتفادى الضربه وبيستخدم مهاره الماء، مدفع تيار الماء الساحق. تشين لما بيضرب الضربه فجاه بيظهر تنين، والتنين ده بيخترق الوحش. في اللحظه دي بتيجي رساله لناكامي بتقول له ان هو ضرب ضربه حاسمه للوحش، ولكن بالرغم من كل الضربات اللي كان ضربها ناكامي الوحش لسه ما كانش مات. ناكامي بيمسك السيف وبيدمج قوته مع السيف وبيقتل الوحش بضربه واحده، وبيجيله رساله من النظام ان تم القضاء على الهدف واكتمل القياس الملكي. بعد ما ناكامي قتل الوحش حاليا بقى في المرتبه ايه، واجمالي النقط المكتسبه 90,441,156. طبعا يا جدعان الرقم كبير جدا فانا مش عارف اقوله كله، ولكن المهم ان هو اجمالي 9 مليون. والله يا جدعان انا حاسسها اصلا انها هبده من الكاتب، يعني هو اصلا ما يعرفش الرقم ده ايه، ما بيقفش التطور على هنا، لا ده كان بيزيد مستوى نماكي بمقدار 300، ومش كده وبس، لا ده كمان بيكتسب منى متقدمه لجميع السمات. وعندنا ماكي بيقول ان هو كان معتقد ان مهاره القياس ملهاش اي 30 لازمه، ولكن طلعت لها لازمه لما اتطورت. بيكمل كلامه بيقول انها دلوقتي تعرف تقيس اي حاجه زي نقاط الخبره اللازمه للمستوى التالي. واخيرا ماكي بيعرف ايه نقاط التقييم، ان المكاسب بتاثر عليها ودي اللي بتخلي المكاسب عاليه. وبيقول ماكي ان مهاره التقييم عامله زي مهاره الملوك. وبيعرف ماكي ان هو ما كانش عنده لعنه ولا حاجه، لا ده هو كان محتاج النقاط دي علشان يتطور. تخيلوا يا جدعان كميه النقاط الكتيره جدا دي علشان يعدي المستوى 100. نماكي بيكون فرحان وبيقول ان دلوقتي يقدر يوقف شانجي، ولكن بيفكر حبتين بينه وبين نفسه وبيقول ان مش معنى ان هو قتل الوحوش ده معناه انه يقدر يوقف شانجي. نماكي بيشجع نفسه وبيقول ان هو هيكتشف مهاره القياس الملكي اثناء ما هو بيخرج من الزنزانه، وقتها يوقف شانجي. ومره واحده حد بيقطع نماكي وبيكون افعى ظهراله، بيقول له الوحش ده ان هو قتل كلبه الصغير واستخدم قوته دي علشان يقتل الوحش. طب يا جدعان دلوقتي انا هوضح لكم ازاي استخدم قوه الوحش. التنين اللي ظهر بين قوه الماء كانت بتاعه قوه الوحش، يعني الوحش ساعد نماكي علشان يقتل الوحش الذئب. الوحش بيكون متعصب على نماكي بيقول ان هو دلوقتي صحاه. بننتقل لمكان تاني بنشوفه زي بيتكلم وبيقول ان النهارده تم اعلان على المستكشف نماكي مات. البنت اللي نماكي بيحبها كانت زعلانه عليه وقعدت تبكي عليه، وفجأة حد بيرن جرس الباب وبيكون ده شينجي. شينجي بيتكلم وبيقول ان هو مضى فترة طويلة عقبال ما شافها تاني، فبتقول له البنت هو عايز ايه، فبيوري لها حاجة نماكي بيقول ان هو كان عايز يديها لها. وقتها البنت بترد عليه وبتقول له انها تفتح له الباب دلوقتي. وعند شينجي بيضحك بكل خبث وبيقول ان الامر لما بيتعلق بالنماكي بتنهال مسرعة. بتفتح الباب وبيبص لها بكل خبث وبيقول لها مرحبا. بيستخدم قوته وبيخليها تقع في الارض وبيقول لها هو انت حاسه باي تعب، فبتتعصب عليه وبتقول له هو انت عملت لي ايه، انا مش قادر اجمع قوتي. بيحاول يلمسها ولكن هي بتضرب ايده، فبيقول لها ان هو ده المتوقع
من المستكشفه انا جيت من الطابق ال 12. بيبدا يستفزها وبيقول لها انا دلوقتي متاكد ان انت زعلانه على نماكي. بتكون مصدومه بتقول له ما تقولش هو انت اللي قتلته. فبيقول لها انها بتقاوم التنويم المغناطيسي ولكن دلوقتي هي هدف سهل. بتكون مصدومه منه وبتقول له هو انت ليه واخد كده. فبيشرح لها وبيقول لها ان نماكي لما كان صغير كان سعيد وان نماكي ما كانش قوي ولكن كان لطيف واخد كل حاجه منه. وبعد ما بيرجع للحاضر بيقول لها ان هو مستحيل يسامحه وبيقول لها المفروض ان نماكي كان يعاني اكتر ولكن خلاص هو دلوقتي مات. وعند البنت اللي نماكي بيحبها بتكون زعلانه على نماكي. شينجي بيستخدم مهارته وعقوبه الجاذبيه وبيقعد يعذب فيها. بيروح لنماكي اللي بيكون عند الوحش وبيستخدم النظام عشان يعرف الوحش ده ايه ولكن بيفشل البحث. وبتقول له الوحش ان اخر مره عاني بسبب اللي عمله ده ولكن دلوقتي هي مستعده. وبيروح لنماكي اللي بيكون عارف هي مين وهي تنين الماء. تنين الماء بيكون متعصب من ناكامي بيقول ان هو بيحاول يتواصل معاه ولكن ناكامي مش بيديله اي ردة فعل. وبيكمل كلامه بيقول ان الكلام الكتير من شخص قوي ملوش اي تأثير لازمه وان المفروض يكون صامت. بيبدا التنين انه يمدح نفسه فتشين بيكسفه بيقول له ان هو اللي بيتكلم كتير. التنين بيقرب جدا لنماكي وبيقول له انت عارف دلوقتي اني هقتلك مش كده. وبيقول له كمان انه ما يختارش بنفسه علشان قتل كلبه والكلب ده يا جدعان هو الذئب. تخيلوا بيقول عليه كلب امال قوته تبقى عامله ازاي. شين بيستخدم مهارته تعزيز الجسد وبيقول ان هو ايوه مش قوي جدا ولكن على الارض عنده فرصه انه يفوز. وبيكمل كلامه بيقول ان هو لو استخدم مهاره القياس الملكي كويس ممكن يفوز عليه. بيبدا يستخدم قوته بيقول ان هو ما عندوش وقت علشان عايز يلحق شينجي. نماكي بيمسك السيف وبيزوده بقوه النار وبيضربه على الوحش ولكن الوحش ما بيتصابش باي حاجه. نماكي مش بيستسلم وبيقول ان دلوقتي هيستهدف النقاط الحيويه بضربه واحده وبيستخدم مهاره رقصه العنقاء العاليه وبيضرب فيها الوحش بيتعصب منه لانها اصابته. نماكي مش واقف هجوم الضربه دي وبيهجم عليها برقصه جنون اللهب الخارق. التنينه بتضحك وبتقول له ان هي دي مملكتها وبتقول له كمان ان السبب اللي خلاه يقتل الوحش هو استخدام قوتها ومقابل كده هي هتسيطر على كل المنى بتاعته. نماكي بيفكر جوه عقله وبيقول هو ايه هي السيطره. فبترد عليه التنينه وبتقول له ان المنى مقسمه الى فئات الابطال. نماكي بيتصدم لان التنينه بتعرف تقرا افكاره وبنعرف كل الفئات الابطال والاسطوري والاعلى رتبه والمتقدم واعلى حاجه هي الابطال. وبتعرف التنينه ان هو لو عايز يبطل المنى بتاعتها لازم يستخدم مانع من الفئه الاسطوريه. التنينه بتضحك عليه وبتقول له ان هو قوته دي هو اصلا مش تهديد ليها وان على الاقل لو عايز ينافسها لازم يكون مستواه 4000. نماكي بيكون مصدوم وبيقول ان الرقم ده جنوني وبيقول نماكي ان هو لاحظ ان قوته ازدادت عشان يقتل وحش الذئب. نماكي بيكون مصدوم وبيقول ان التنين ده في مستوى تاني. نماكي بيقعد يفكر وبيقول هو التنين ده من نوع ايه. وقتها بيتصدم لان التنين ده طلع من نوع الاوروتشي. وبنعرف ان في السنوات الاخيره كانوا وحوش الاوتشي بيرسون في الارض فساد. وحوش الاوتشي هي وحوش من التنانين ومن الدرجه الاولى واللي بيمتلكوا قوه ناريه وجسديه مرعبه وحتى المستكشفين من الدرجه ايه ما يقدروش يقفوا امامهم. وان في وقت ما جمعيه المستكشفين بعتوا ناس ماهرين علشان يقتلوا وحوش الاوتشي. خلال المعركه اكتشفوا نقاط ضعف الاوتشي وانتهت المعركه الى وضعيه الهجوم. ومع كل اللي عملوه ده الوحش ما ماتش. وبيكمل كلامه بيقول ان هو قوته الحاليه مش هيعرف يعمل حاجه والحل الوحيد انه يهرب. وبيجيله فكره ان هو يكلمها وفي اثناء الكلام يهرب وبيبدا في تنفيذ الفكره وبيقول لها وانت اللي بتكلمي واحد مبتدئ زيي. فبتقول له التنين ان احد الاسباب الفضول وان ازاي انسان ضعيف زيه يقدر يستخدم قوتها. وبتوري له سبب التاني وبتطلع له حاجه غريبه وبيسالها نماكي انت لقيتها فين. فبتقول له انها لقيتها مع البشر. نماكي لما بيشوف ايدها بيتاكد انها من اوروتشي. نماكي بيبدا يفكر وبيقول ان المستوى الوحيد علشان يعرف يقاتلها هو 4000 ولكن يقدر يعمل حاجه تانية. بيستخدم مهاره التحليل الملكي وبتظهر له سلة من النظام ان بيتم تحليل الهدف وبيجيله سنه تانية ان الخبره المطلوبه لارتقاء المستوى بيتم حسابها. وبيقول نماكي ان هو لسه قادر انه يعرف يخرج من الموقف ده. واخيرا النظام بيحلل له المعلومات وبيقول له ان هو عايز 25 مليون نقطه علشان يرتقي في المستوى الثاني ويقدر يواجه الوحش. عند التنين بيكون مصدوم وبيروح لنماكي اللي بيكون هاجم على الوحش بكل قوته. ضربه نماكي كانت كفيله بقطع ايد الوحش الاوروتشي وبيكون الايد اللي قطعها نماكي هي الايد اللي خرجت علشان تديله الحاجه اللي خدتها من البشر. بتيجي نماكي يسلم النظام وبتقول له ان تحليل الاجراء الامثل لقطع ذراعه الايمن. وعند وحش الاوروتشي بيكون متألم جدا. النظام بيبعت رسالة نماكي تاني وان اكتمل القياس الملكي وبسبب الحاق ضرر لهدف من فئة الكارثة تم اضافة 25 مليون نقطة وازداد مستوى نماكي الى 2200. ومش بيقف هنا على المستوى بس لا ده كمان بيكتسب مهارة جديدة. نماكي بيكون مصدوم ان هو عرف يوصل ل 2200 بسهولة وبيقول ان الارقام دي جنونية. بيفتح حالة النظام وبيعرف ايه هي المهارة الجديدة واللي بيكون تعزيز الجسد الفائق. وبيقول نماكي انه وثق في الاجراء الامثل اللي اقترحه التحليل الملكي وقطع ذراع الوحش. كامل كلمه بيقول ان وحش الاوتشي عنده قوة مرعبة اللي بيمتلكه جسمه الاصلي. عنده وحش الاوتشي بيكون متعصب منه بيقول له هو انت عملت ايه دلوقتي. وبتقول له وحش الاوتشي انها غاضبه منه جدا لانه لجأ لهجوم خبيث. فبيرد عليها نماكي وبيقول لها ان هو اسف ولكن دلوقتي مش هيقدر يضيع وقت علشان يلحق البنت اللي بيحبها. بيفكر جوه نفسه وبيقول ان البنت اللي بيحبها مستكشفه من الرتبه ايه. وبيكمل كلامه بيقول ان هو خايف ان يحصل حاجه وما تعرفش توقفه علشان كده لازم يروح بسرعه. عنده وحش الاوتشي بتقول له ان هو غايب في التفكير ولكن هي مش هتقعد تستناه بعد ما قطع ذراعها. وبنشوف جسمها الاصلي
الاصلي، وهي بتقول له انها تقتله بنفسها، وبتؤمر الديل بتاعها ان هو يبقى مشغول علشان تعرف تتعامل معاه بنفسها. بتفتح بقها وبتطلق هجوم مائي مدمر. عندنا نماكي بيكون مصدوم وبيقول انها مع انها مش في الجسد الاصلي ولكن لسه قويه. نماكي بيكون قلقان وبيقول ان الضغط بتاع الوحش بيزيد، وان على الرغم من انه زاد في المستوى ولكن هو لسه مش متاكد هيعرف يقاتلها ولا لا. بيستخدم مهاره التحليل الملكي وبيجي له النظام وبيقول له ان جاي المسح، وبيجي له رساله كمان ان جاي تقييم احصائيات الهدف. عندنا نماكي بيستخدم التعزيز الجسدي وبيهجم على وحش الاوروتشي، ومره واحده حاجه بتوقف وبيقع، وبيكون اللي عمل كده ده الوحش الاوروتشي. نماكي لما بيقع بيقول ان هو شعر بحاجه غريبه وان هو مش عارف يستخدم قوته لما هجم على الوحش. مره واحده النظام بيظهر لنماكي وبيقول ان جاي يحسب الاجراء الامثل لنماكي هاروكا. نماكي بيكون مصدوم لان ده معناه ان ممكن يهزم الوحش، والنظام بيقول له الطريقه وهي عن طريق مهاره التعزيز الجسدي الفائق. نماكي بيقول ان هو ما عندوش وقت وفعلا بيستخدم مهاره التعزيز الجسدي الفائق، وبيقول انه حاسس ان جسمه بيحترق وانه كمان حاسس انه بيفقد السيطره. بيتوجه على طول السيف وبيمسك السيف وبيبدا يتحرك لوحش الاوروتشي، وبضربه واحده منه بيقسم الوحش نصين. وبيجي له سلام النظام ان تم القضاء على الهدف وتم التحليل الملكي، وانه بمقدار الضرر المتلقي من العدو تم اضافه النقاط، وبتقعد تجي له نقاط كتير زي انه استخدم المهاره الجديده لاول مره، وكمان عمل ضربه حاسمه للوحش وقتل بضربه واحده باستخدام المهاره، وضاعفت النقاط المتراكمه ل3 مرات. وبيجي له رساله كمان ان مع اجمالي النقاط المكتسبه جرى التقييم، ودلوقتي بقى رتبته ايه. المكافآت مش بتقف على كده، لا ده كمان بتزيد الخبره المكتسبه، وزاد مستوى نماكي بمقدار 600. بنروح لشينجي اللي بيكون بيكلم حد في التليفون وبيقول ان الوقت حان ويبعتوا شخص على الفور. بنشوف البنت اللي بيحبها نماكي واللي بتكون في حاله سيئه، والظاهر كده تم الاعتداء عليها. بننتقل بعد كده لنماكي اللي بيحصل على مهاره جديده وهي خريطه الدماغ، وبيقول ان هو حاسس بالدوخ وده تاثير تعزيز الجسم الفائق. نماكي بيتقيأ دم وبيقول ان هو حاسس بالالم الشديد، وبيفتح النظام وبيعرف ان جسمه مليان اصابات، وبيقول ان هو في حاله حرجه، وبيبص على النظام عشان يعرف هو داخل ايه، وبيلاقي ان هو فقد كميه كبيره من الدم وهو ده السبب. فبيقول نماكي ان مع حالته الحاليه من الافضل عدم استخدام تعزيز الجسم الفائق بتهور، وبيبص على جسم الاوروتشي وبيلاقي حاجه بتخرج منه. فبيقول نماكي ان ده معناه ان حتى لو مات جسمه هو لسه عايش بجسمه الاصلي، وبيكمل كلامه بيقول ان لو كلامه طلع صح ده معناه انه هيذهب لجسمه الاصلي. بيفتكر لما الوحش بيقول له ان هو لو عايز يواجهه في القوه لازم يكون على الاقل 4000، فبيقول ان هو مش عارف يقاتله بجسمه الاصلي وان الاحسن انه يبعد عنه. وبيفتكر شينجي وبيقول ان قبل ما يهزم وحش الاوروتشي لازم الاول يوقف شينجي. بيمسك التليفون اللي الوحش كان بيديهوله وكان بيسأل عنه وبياخده، وبيقول ان هو ده الشيء اللي طلعه الوحش. وبيقول نماكي ان لما استخدم مهارة خريطة الدماغ بينصدم من الوضع اللي هو فيه. لو فاكرين نماكي كان فاكر ان هو في الطابق الخامس ولكن دلوقتي طلع ان هو في الطابق ال20. بيبدأ نماكي يجري وبيقول ان اعمق منطقة مستكشفة هي الطابق ال12 وهو دلوقتي في الطابق ال20. تخيلوا بقى قوة الوحوش اللي هو هيقاتلها. نماكي بيكمل كلامه بيقول ان هو متوقعش ان لما يقع من الطابق الاول هيقع في الطابق ال20. بتوصله رسالة من النظام وبتقول له ان الهدف انه يوصل للطابق ال25 والوقت المتوقع 45 دقيقة. بعد ما النظام بيتكلف نماكي بالمهمة، نماكي بيقول انه قريب جدا هيلحقوا جسم الوحش الاوروتشي الاصلي. النظام بيحسب المستوى المطلوب لهزيمة الهدف وتقدير نقاط الخبرة المعدلة، وفجأة النظام بيبعت له تحذير وبيقول له ان تم اكتشاف عدة وحوش عالية المستوى. نماكي بيبص قدامه وبيلاقي ان في وحوش كتيرة قوية جدا، فبيقول نماكي ان هو ما عندوش وقت، انه مفيش خيار قدامه غير انه يقتل في الوحوش ويعدي في طريقه. اول ما نماكي بيبدا في القتال النظام بيظهر له بيقول له ان بدا حساب نقاط التقييم. نماكي بيستخدم النظام عشان يحدد قوة الوحش ونقاط ضعفهم، وفعلا النظام بيكتشف له سمات الضعف بتاعتهم، ونماكي بيضرب فيها وبيموتوا. النظام بيديله نقاط تقييم بعد ما قتل الوحوش، ومش كده وبس، لا ده كمان نماكي بيزيد في المستوى. وعند نماكي بيكون مصداد بشده وبيقول ان الالم بيزيد سوء، وفجاه بيظهر له وحش الذئب اللي ب3 رؤوس. نماكي بيستخدم قوته وطير الماء سحق المدفع، وبضربه واحده حولت راس واحده من الذئاب الى كوم من العظام. النظام بيبعت رساله لنماكي وبيقول ان هو ضرب درجه حاجه وكمان تم اضافه نقاط التقييم. بنروح لنماكي اللي بيقول ان في الوقت الحالي ما يقدرش يعمل حاجه غير انه يقعد يقتل في الوحوش. بيخلص على الذئبين وبيجيله رسائل كتيره من النظام. نقاط الخبره اللي اكتسبها ناكامي 7 مليون وزاد مستواه بمقدار 3000، وبيتم الحصول على مهاره جديده وهي مهاره السيف. وبيقول ناكامي ان المهاره دي نادره، وفجاه بيظهر وحوش تاني من ورا ناكامي، فبيقول ناكامي ان هو ده الوحش اللي هرب منه، وده معناه ان هو طلب التعزيزات. بيبداوا الوحوش انهم يجمعوا قوتهم عشان يضربوا عليه هجمه واحده. وبيقول ناكامي ان القدره على التحمل الخاصه بيه وصلت لحدها الاقصى، ولكن ناكامي مش بيستسلم وبيقول ان هو مش هينفع يقع هنا. وفجاه ناكامي بيصرخ وبيقول هو ايه اللي بيحصل. مره واحده وحش الغولم بيهجم على نماكي وبيبعدوا عن الارض، وبيتفاجئ نماكي وبيقول هما الاثنين بيعملوا كفايخ مع بعض ولا ايه. فجاه الوحوش التانيه بتستخدم قوتها وبيسيب نماكي. واحد تاني من الوحوش
بيمسك نماكي في الارض وبيقيده، وبيقول نماكي انه المفروض يعمل اي حاجه. وقتها بيجيله رساله من النظام وبتقول له ان طريقه الاستراتيجيه قيد التقدم. نماكي بيحاول يتحرك ولكن الوحش اللي بيكون لازقه في الارض بيخليه مش عارف يتحرك ولا خطوه واحده. وفجاه بيظهروا 3 وحوش من فوقه ماسكين سيوف علشان يقتلوه. ال3 بينزلوا سيوفهم مره واحده على نماكي، وفجاه بيظهر النظام وبيقول له انه تم احتساب الاستراتيجيه. فجاه نماكي بيستخدم قوته وبيفلت من الوحش اللي كان ماسكه، بيقتل عدد كبير من الوحوش، ولكن بالرغم من العدد الكبير اللي بيكون قتلهم لسه بيكون فاضل تاني وبيهجموا عليه. نماكي مش بيديلهم فرصه وهو كمان بيهجم عليهم وبيقتلهم. وبيجيله رساله من النظام ان تم حساب نقاط التقييم، وبيقول نماكي ان هو زي ما توقع التنشيط المستمر طلع فعلا صعب، وفجاه الغبل بيهجم عليه. بننتقل بعد كده للبنت اللي بيحبها نماكي. بيكون شينجي بيعذبها وبيقول ان نماكي ما كانش يستحق انه يكون مستكشف، فبتقول للبنت اللي بيحبها نماكي ان هو نماكي كان بعد حادثه معينه بقى مهووس بالقوه. وبتكمل كلامها وبتقول ان هو بدا يعرض حياته للخطر، علشان كده هي قالت له انه يتوقف عن اللي بيعمله ده، ولكن هو ما سمعش كلامها. بعد ما بتقول الكلمتين دول بتتعصب عليه وبتقول له ان نماكي اكيد ما ماتش. وبعد كده بيروح لوحش الغبلين اللي بيكون لسه بيقاتل نماكي. نماكي بيهجم عليه بقوه الماء وبيدمره، وبيجي له النظام وبيقول ان هو نجح في المهمه واكتسب نقاط 9 مليون و400 الف نقطه. ومش كده وبس، لا ده كمان زاد مستوى نماكي. نماكي بيكون قاعد على الارض وايده مصابه بالدماء، وبيقول ان هو مش هيموت علشان عايز ينقذ البنت اللي بيحبها. في اللحظه دي بيجي له رساله من النظام انه زاد 600 مستوى، وبتجيله رساله كمان ان بعد الوصول هيتم تنفيذ اعاده البناء نماكي هاروكا. عند نماكي بيقول اعاده التعمير الخاصه بيا، ونماكي مش بيكون عارف ايه هي اعاده التعمير، وبيبدا يحس بحاجه غريبه في جسمه. بيقول ان جسمه بدا يعاد بناؤه. بنروح للوحوش اللي بيكونوا عاملين درع وهاجمين على نماكي، وبتظهر له رساله من النظام ان بيبدا اعاده التشغيل ونقاط التقييم بيبدا حسابها. بنروح للوحوش اللي بيكونوا عمالين يهجموا على نماكي ونماكي بيهرب منهم، وبتظهر له رساله كمان ان هو هرب بنجاح وتم اضافه نقاط التقييم. اللي الوحوش مش بتسيبه بيقعدوا يهجموا عليه، ولكن نماكي بيتفادى الضربات. النظام اول ما نماكي بيعمل اي حاجه في القتال بيضيف له نقاط تقييم. بنروح للوحش اللي بيهجم على نماكي، ولكن نماكي بيستخدم قوته وبيصد الضربه. وقتها بتظهر له رساله من النظام ان الاستمراريه ناجحه وتم اضافه نقاط التقييم. ومش بتقف الرساله على هنا، لا كمان بيجيله رساله كمان ان هو عدى 30 دقيقه منذ بدء المعركه، وبناء على انه عدى 30 دقيقه منذ بدايه المعركه تم اضافه نقاط التقييم. عند نماكي بيكون تعبان ومش قادر، وبيقول ان بسبب الحاجز ده ما يقدرش يتعامل مع الاضرار المباشره. نماكي بيحط ايده على صدره وبيقول ان جسده كان بيصرخ كل ثانيه بسبب الالم. وبيكمل كلامه وبيقول ان كمان زاد عليه ان هو كان بيتفادى ضربات العدو، وده اللي خلاه يشعر كتير من الالم. نماكي مش بيكون عارف يعمل ايه، وبيقول ان هو في موقف سيء. وقتها بتجيله رسالتين من النظام، واول واحده بتقول له ان هو عدى الوقت المحدد وان المهمه اللي اداها له النظام انتهت. وقتها بتجيله رسائل كتير من النظام ان هو نجح وتم اضافه النقاط، وبتجيله رساله كمان ان اجمالي النقاط المكتسبه 82 مليون وشويه فكه، وبسبب النقاط اللي اكتسبها نماكي مستواه بيزيد ل 3800. نماكي وقتها بيفتكر وحش الأوروتشي اللي بيقول له ان هو لو عايز يواجهه لازم على الاقل يكون في المستوى 4000. لما نماكي بيفتكر وحش الأوروتشي وهو بيقول له كده بيظهر له النظام وبيقول له ان هو فاضل له 200 مستوى. النظام ما بيقفش على هنا وبيقول له ان هو هيتم تنفيذ اعاده البناء لما يزيد 200 مستوى. عند نماكي مش بيكون عارف هو ايه اعاده البناء ده، ومره واحده بتظهر له وحش الأوروتشي وبتضحك له بكل خبث وبتقول له ان هو شكله مرهق. نماكي بيكون مصدوم لانها ظهرت مره واحده، وبيقول لها هو انت تاني؟ فبتقول له انها خلته تنتظر لمده طويله وانها هي الجسم الرئيسي. بيروح لنماكي اللي بيكون مصدوم وبيقول ان وحش الأوروتشي هو ده الجسم الرئيسي بتاعها. وحش الأوروتشي بيكون مصدوم من نماكي لانه وصل لمستوى عالي في وقت قصير، وبتكمل كلامها وبتقول له انه من المؤكد ان هو تسبب في حدوث المشاكل عند الطريق اللي هو مشي منه، وقصدها يا جدعان بالمشاكل قتل الوحوش. عند نماكي بيكون بيفكر وبيقول ان ده معناه ان كل الوحوش اللي هو قتلها لغايه دلوقتي كانت من اوامرها، ومعنى كده يا جدعان ان كل الوحوش اللي قتلوا نماكي كانت هي اللي امرهم علشان يقتلوه. وحش الأوروتشي بتكون متعصبه منه وبتقول له انها عماله تناديه ولكن هو مش بيرد عليها. نماكي في الوقت ده مش بيفكر غير في حاجه واحده بس، ان ايدها لسه موجوده. بيكون مصدوم لان هو قطع ايدها بنفسه، وبيقول ان هي عملت كده عن طريق مهاره التجديد. بتقول لوحش الأوروتشي ان هو كان مؤلم لفتره قصيره، ولكن دلوقتي هي هتقتله وتقتله بكل هدوء. بتساله عن الشيء اللي هي طلعته من البشر وبتقول له ان هو بوظه، فبيسالها نماكي هو لو طلع التليفون هي هتسمح له بالرحيل. وقتها بترد عليه وبتقول له انها مش هتسمح له بكده. عند نماكي بيقول ان هو اصبح اقوى، ولكن هو لسه مش قوي كفايه علشان يقتلها. نماكي بيفكر وبيقول ان هو لازم يزيد 200 مستوى بسرعه علشان يعرف يقتلها. في اللحظه دي بيظهر له النظام وبيقول له ان تقييم الاستراتيجيه قيد التقدم. اول ما بيظهر النظام وبيقول كده نماكي بيقول ان مفيش وقت علشان يضيعه، وبيمسك السيف. النظام بيبدا يعرفه الاستراتيجيه علشان يعرف يقاتل وحش الأوروتشي. النظام بيقول له ان تم القياس الكامل. وقتها نماكي بيهجم على وحش الأوروتشي، ووحش الأوروتشي بيهجم عليه في نفس اللحظه. هجوم نماكي كان عمل خدش بسيط في وحش الأوروتشي، ووحش الأوروتشي بتتريق عليه، فبتقول له وحش الأوروتشي ان هو عمل مجرد خدش بسيط فيها مع كل قوته دي. عند نماكي بيظهر له النظام وبيقول ان هو تحقق من العمل الامثل واكتسب 13 مليون نقطه خبره. وفي اللحظه دي بيوصل نماكي لمستوى 4000 وبيبدا اعاده البناء، وبيجيله رساله كمان ان المستوى المستهدف تم اعاده تجديده. عند وحش الأوروتشي بيكون مش عارفه هو ايه اللي بيحصل. بنشوف قوه نماكي اللي بتكون قويه جدا، وقوه البغي مليانه من حواليه. وحش الأوروتشي بيكون مرعوب من نماكي وبتقول هو ايه اللي بيحصل.
عندنا ماكي بيبص لها بنظره احتقار وبيبص على ايده وبيقول ان القلم اختفى، وبيكمل كلامه وبيقول ان هو حاسس دلوقتي ان هو بقى بيشوف من اعلى، وده يا جدعان معناه ان هو طول. وحش الاوروتشي مش بتدي فرصه لنماكي وبتستخدم قوتها وبتهجم عليه. الدرع اللي بيكون حوالين نماكي بيخترقه بكل سهوله وبيهجم عليها وما بيديلهاش فرصه. وحش الاوروتشي بيكون مصدومه، ولكن نماكي بيكمل في هجومه وبيبدا يصد ضرباتها كلها. وبيروح لنماكي اللي بيستخدم مهاره البصيره الملكيه وبيظهر له النظام وبيقول ان نقاط الحساب تم حذفها، وبتظهر له رساله كمان من النظام ان الدعم الاستراتيجي بيستهلك نقاط التطور. وقتها نماكي بيعرف احصائيات الوحش ومهاراته. الوحوش التابعه للاوروتشي بتهجم على نماكي، وقتها نماكي بيستخدم مهاره البصيره الملكيه. نماكي بيهجم عليهم وبيعديهم كلهم وبيمسك واحد فيهم وبيقتله. وحش الاوروتشي بيكون مصدومه بتقول ان هو دلوقتي بقى اسرع من قبل كده، وبيروح لنماكي اللي بيكون عمال يقتل في الوحوش ومش سايب وحش واحد. نماكي بيتنطط من وحش لوحش وبيهجم عليهم بضربه واحده بتخدع عليهم كلهم. وعنده وحش الاوروتشي بتقول لنماكي ان هو في نقطه ضعف عند ظهره وبتهجم عليه، ولكن الضربه دي كانت خلاص عند نماكي بيفلت منها. وحش الاوروتشي مش بتسكت له وبتستخدم مهاره المياه المدمره. فجاه نماكي بيتفادى الضربه وبيطلع 3 نسخ منه بيهجم على الوحش وبيقطعه الى اجزاء. ولما نماكي بيفوق من الشعور اللي كان فيه بيقول ان هو كان بيتذكر احساس القتل بس، ولكن هو مش فاكر بوضوح هو ازاي قطع الوحش. نماكي بيبدا يتحرك وبيقول ان هو نجا من الازمه وان دلوقتي محتاج يخرج بسرعه. فجاه نماكي بيحس بشعور غريب وكأن الوحش رجع تاني، وبيقول ان الوحش رجع تاني. بنشوف وحش الاوروتشي اللي قوته بدات ترجع له. الوحش بتفوق وبتكلمه وبتقول له ان هو قدر عليها بسبب مهارته الوحشيه. بتكون متعصبه وبتكمل كلامها وبتقول له ان هي لازم تقتله في مره واحده، وان مره بعد الوقت ولكن دلوقتي دوره جه. النظام بيظهر لنماكي وبيقول له ان الكشف عن الطاقه الماليه اللي بتتجاوز مستوى تهديد الاهداف. وعند وحش الاوروتشي الاجزاء اللي قطعها نماكي بتبدا تتجمع تاني وبتتكلم بشكل غريب وبتقول انهم مستعدين، ومره واحده بتظهر وحوش كتيره من الاوروتشي. الوحوش دي بتكون عيلة تنين الماء. نماكي بيكون مصدوم وبيقول ان الوحوش دي كلها كانت جواها. تريق عليه وبتقول له ان هو دلوقتي مش هيقدر يصرخ حتى. بتكمل كلامها وبتقول له ان هو طبيعي انه يصرخ ويكون مصدوم لان محدش هيصدق ان في وحوش جواها. بتكون على اخرها منه وبتقول له ان هو دلوقتي خلاها جاده وانها دلوقتي مش هتتراجع ابدا، وبتؤمر وحوش الاوروتشي اللي معاها انهم يقتلوه. وعند نماكي بيستخدم مهارة البصيرة الملكية وبيظهر له النظام وبيقول له جاري تحديد العدو 6 ذيول. أول ما النظام بيظهر له إحصائياتهم نماكي بيقول إن كل جسم منهم أدنى من الجسم الرئيسي في القوة والمهارات. واحد من وحوش الأوروتشي بيهجم على نماكي ولكن نماكي بيتفادى الضربة وبيهرب. ووحش تاني من وحوش الأوروتشي ما بيسيبوش وبيهجم عليه بقوة النار، ونماكي بيقول إن هم كتير جدا. نماكي بيحاول يتفادى الضربة ولكن ضربة النار بتيجي فيه وبيقع على الأرض. أول ما بيقع على الأرض وحش الأوروتشي بيعضه وبيصيبه بالدم، وبيقول نماكي إن هجماتهم المستمرة بتخليه مش عارف قاتل. بعد الاصابات الكتيره اللي اتعرض لها نماكي النظام بيظهر لنماكي وبيقول له ان هو خسر كتير من الدم في الكتف الايمن. بنروح لوحش الاوروتشي اللي بتبدا تتريق عليه وبتقول له هو فين سرعتك دلوقتي والدم بتاعك بينقص. بتكمل كلامها وبتقول له ان حان الوقت دلوقتي وبتؤمر وحش الاوروتشي انها تقتله. بنروح لنماكي اللي بيكون مصدوم وبيقول هو ازاي قدر يهزم الست دي في وقت سابق. بيكمل كلامه وبيقول ان هو مش فاكر اي حاجه غير انه قطعها الاجزاء، وبيقول ان مفيش حل غير انه يستخدم المهاره اللي استخدمها عليها من شويه. وقتها بيظهر له النظام وبيقول له ان حساب الاجراء الامثل لاستخدام المهاره. نماكي بيستخدم مهارة تعزيز الجسد الفائق وبيهجم على وحش الأوروتشي. بيبدأوا وحوش الأوروتشي انهم يهجموا عليه ولكن بيتفاداهم. بيقرب جدا من وحش الأوروتشي وبيهجم على اسنانه، وبيقول نماكي ان جسده بيصرخ من الالم وانه مش متحمل اي حاجه. فجاه وحش الاوروتشي بيهجم عليه بالنار وبيخليه يبعد بعيد عنه وبيقع في الارض، وهو واقع وحش تاني من الاوروتشي بيهجم عليه وبيظهر له النظام وبيقول له ان تاثير المهاره بيقلل من تلف الحريق. وعند نماكي بيقول ان موته كان قريب ولكن هو اتمكن من صد ضربته القاتله. بنروح لتنينة الماء اللي بتؤمر وحوش الاوروتشي انهم يهجموا على نماكي، ولكن الغريب ان وحش الاوروتشي مش بيسمع كلامها وبيكون عمال يمص في دم نماكي. بتكون متعصبه جدا تنينة الماء وبتؤمر الوحوش التانيه انهم يهجموا عليه ولكن مش بيسمعوا كلامها. وقتها بيظهر رساله النظام لنماكي وبنعرف ليه وحوش الاوروتشي ما هجمتش على نماكي، وبيكون النظام عمل لهم تعزيز بدني صوبه وده اللي بيخلي الوحوش الاوروتشي مش في وعيها الكامل، وبتكون المهاره دي تابعه لتعزيز الجسد الفائق. وبيقول نماكي انهم في حاله فقدان وعي بسبب دمه. بيكمل نماكي كلامه وبيقول ان هو ده عامل زي اسطوره وحش الاوروتشي انهم حبوا بشري بسبب دمائه. وبنروح لتنينة الماء اللي مش بتكون عارفه تعمل ايه لانهم مش بيسمعوا كلامها. نماكي بيعور ايده بالدماء عشان لما يلمس تاني يقع في حاله الاغماء تاني، وبيستخدم مهاره تعزيز الجسد الفائق. بنروح لوحوش الاوروتشي اللي بيبصوا له وبيكونوا عايزين يمص دمه. بيبدا نماكي انه يمسك ايده وينزل منها دم. بيهجم على وحش من الاوروتشي بايده، واول ما الدم بيلمسه بيقع في حاله اغماء بسيطه. وحش الاوروتشي بيسيبه بيهجم على واحد تاني وبيعمل نفس اللي عمله في الوحش الاولاني، وبيقعد يعمل كده مع وحوش الاوروتشي، ومره واحده بيطلع في السماء وبيضربهم كلهم بالدماء. وحوش الاوروتشي حاليا كلهم في حاله اغماء ما عدا تنينة الماء. بيكون نماكي مصدوم لان الطريقه اللي اكتشفها طلعت فعلا بتنفع، وبيكمل كلامه وبيقول ان هو دلوقتي مش هينفع يضيع وقت. وفجاه تنينة الماء بتغضب
بتغدر بيه وبتهجم عليه بالسكينه وبتقول له ان هو بيفكر كتير. نماكي بيبص لها بيقول لها ان حركتها دي بسيطه جدا بالنسبه له ويمكن يتنبأ بيها. بتكون وحش القوتشي مصدومه منه وبتقول له هو ايه اخر الحاجات اللي انت عارفها عننا. وقتها نماكي بيمسكها وبيوقع شويه من دمه عليها وبتكون مش في وعيها. بيمسك نماكي السيف وبيقول لها ان المره دي هيقتلها. تنينة الماء بتكلم وحوش القوتشي وبتقول لهم انهم يتوقفوا عن اللي بيعملوه ودلوقتي يفوقوا. وعند نماكي بيستخدم مهاره تعزيز الجسم الفائق وفجاه بيهجم على كل وحوش القوتشي وبيقطعهم لحتت. في اللحظه دي بيظهر له النظام وبيقول له ان هو زاد مستواه من 4000 ل 6000. وبعد اللي بيحصل ده النظام بيظهر لنماكي وبيقول له ان هو في حاله حاجه وقوه حياته 5%. بيكون نماكي غارق في الظلمات وبيقول ان هو لسه على قيد الحياه. وقتها النظام بيظهر له بيقول له ان الوقت المتبقي على الموت 137 ثانيه. ويا جدعان النظام مش بيتنبأ بالغيب ولا حاجه، لا ده هو قاس قوته وعرف ان هو خلاص فاضل 137 ثانيه. النظام بيبعت له رساله كمان ان هو فاضل 90 ثانيه. بيروح لوحش القوتشي اللي بتتريق عليه وبتقول له ان هو هيموت. بيكون نماكي زعلان وبيقول ان هو كان المفروض يقتلهم كلهم ولكن للاسف فاضل واحد. فبتقول له وحش القوتشي اننا 8 اجزاء من جسم واحد وان انت لما قتلتناش كلنا في مره واحده احنا مش هنموت. بتكمل كلامها بتقول له انها معجبه بمهارته لانه قدر يهزمهم كلهم في مره واحده. وبتقول له كمان انها تعترف بيه ومش بيكونوا عارفين هي قصدها بايه. وقتها بتيجي رساله كمان لناكامي ان هو فاضل 30 ثانيه على الموت. مش بتقف الرساله على هنا، لا كمان بتجيله رساله ان فاضل 10 ثواني. وعند وحش القوتشي بتبدا تعالج نماكي وبتضحك ضحكه خبيثه وبتستخدم قوتها عليه. بقوتها اللي استخدمتها دي اتعاقدت مع ناكامي. النظام بيبعت رسائل كتير لناكامي وبيقول له ان التزامن مؤكد وان معدل التزامن 73%. وبتوصله رساله كمان ان هو استلم مهاره فريده من نوعها. ومش بيوقف التطور على هنا، لا كمان بتزيد احصائيه ناكامي بشكل كبير. بعد كده بنشوف ناكامي اللي بيكون واقف مع وحش القوتشي بتناديه بسيدي. فبيستغرب وبيسالها وبيقول لها هو ايه اللي حصل. فبتجاوب وحش القوتشي وهي مستغربه بتقول له انها نسيت تقول له ايه اللي حصل. بعد كده بيكونوا قاعدين في غرفه الاجتماعات بتاعه وحش القوتشي. بتبدا وحش القوتشي تشرح له ايه اللي حصل وان هي عملت عقد معاه. وبتقول له كمان ان هما دلوقتي بقوا متواصلين وهي عملت كده عن طريق الذاكره. فبيقول لها ناكامي انا دلوقتي بقيت عامل زيك وان هو دلوقتي كمان اتحول لوحش. فبتقول له وحش القوتشي ان هو دلوقتي مش وحش ولكن هي دلوقتي ملزمه ليه، يعني هو دلوقتي ملك العقد بتاعها واللي يأمرها بيه تعمله. بيروح لنماكي اللي مش بيكون فاهم اي حاجه وبيقول لها ده معناه ايه. فبتقول له دلوقتي خلينا نجرب اللي انت تفكر جواك انك تقفل عينك. ناكامي اول ما بيعمل كده بينصدم لانه دلوقتي بقى قادر يشوف نفسه، يعني هو دلوقتي بيشوف بعين وحش القوتشي. واول ما بيعمل كده وحش القوتشي بتقول له ده معناه ان انت تقدر تستخدم سلطتك عليا. وقتها وحش القوتشي بتقول له ان هو دلوقتي يقدر يستخدم قوتها وهي نفس الكلام تقدر تستخدم قوته. وبتبدا تعرفوا التفاصيل. بعد كده بنروح لجمعيه الصيادين في قاعه المؤتمرات في الطابق الثالث وبيتكلم زعيم فرقه اخضاع القوتشي وبيقول لهم ان هو جمعهم النهارده علشان يخضعوا وحوش القوتشي. وبيكمل كلامه بيقول ان كان فيها هجمات متزايده من وحوش القوتشي على الابراج المحصنه وبالكاد تمكنوا من ايقافهم بمساعده الجمعيه وشرطه المدينه واهل التحقيقات. وبيوضح لهم وبيقول لهم ان كان الضرر كبير جدا لدرجه ان المدن اللي اتدمرت ما قدروش يبنوها تاني. بتتكلم مساعده الزعيم وبتقول لهم ان اعتبار من النهارده احنا عرفنا ان وحوش القوتشي عندها 6 اجزاء ده بسبب معركه حديثه. واللي مش فاكر يا جدعان اصلا وحوش القوتشي عندها 8 اجزاء، يعني حتى معلوماتهم الحديثه طلعت غلط. ولو فاكرين تنينة الماء قالت له كده وهي بتعمل معاه العقد وان لازم حتى يقتلهم كلهم في ضربه واحده علشان يموتوا كلهم. بنروح للمساعده اللي بتكمل كلامها وبتقول ان هم اكتشفوا ان الكحول هو نقطه ضعف القوتشي وان في المعارك السابقه اللي كانوا بيقاتلوا فيها وحوش القوتشي كانوا بيقدروا يتعاملوا مع الوحوش دي عن طريق الكحول، لان الكحول بيسبب لهم حاله من غياب الوعي البسيط وده اللي بيخليهم يقدروا التعامل مع الضربات الجسديه. بيكون الفرقه اللي رايحه تقتلهم فرحانه وبيقول ان كده الموضوع هيكون سهل. وعند زعيمهم بيقول ان هو اتفق مع شركه كبيره للكحول انها تورد لهم حاجات من دي وده لانهم هيضخوا كميه كبيره جدا من الكحول عند الوحوش علشان يقتلوهم. وبيكمل كلامه وبيقول ان الموقع اللي اختاروه هو الطابق الرابع. بيبدا يحفزهم وبيقول لهم ان هم هيغروا القوتشي بالكحول وبعد ما يغروهم هيقتلوهم في ثواني. وبتقول المساعده بتاعت الزعيم انهم علشان يقتلوا وحش القوتشي محتاجين شخص يكون في المقدمه علشان يتولى الخط. وقتها بنسمع صوت غريب وبيقول ان هو يترك له الموضوع وبيطلع اللي عمل كده الشخص المتنمر شينجي بنفسه. يا جدعان شوفوا بقى لنا قد ايه ما ذكرناهوش في الحلقه. بيقول الزعيم ان هو ما يكونش وقح وان هو مش هيقدر يتعامل مع وحش القوتشي لوحده. فبيقول له شينجي وهو بيضحك ضحكه سخريه ان هو يسيب له الموضوع وان هو فريقه هيعرفوا يتعاملوا مع الوحش ده. وقتها الزعيم بينصدم لان البنت اللي بيحبها نماكي كانت موجوده معاهم. وبس كده يا جدعان يكون خلص الجزء الثاني من حكايه نماكي والتجميع كلها خلصت. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان خلاص كده احنا خلصنا كل الفصول اللي نزلت. الحكايه دي يا جدعان متعبه جدا في تلخيصها لاني كمان بترجم، فاتمنى انكم تدعموها علشان اعرف انكم عايزين ان نكملها. طبعا يا جدعان ممكن نقعد اسبوعين او 3 اسابيع مش هننزل من الحكايه دي، بس هننزل حكايه جديده او مختلفه لان احنا خلاص كده مفيش اي فصول نلخصها. مش عارف اقول لكم يا جدعان كميه الحماس اللي انا متحمس له لما نماكي هيحارب البشر.
لان خلاص نماكي دلوقتي بقى مع وحوش الاوتشي، وهنا هينطبق العكس، شينجي هو اللي هيروح لنماكي بنفسه ونماكي مش هيسيبه في حاله. وقبل ما ننهي ما تنسوش تشتركوا في القناه. خلاص يا جدعان احنا عايزين نوصل 15000 وده هدفنا. انا عارف انكم قدها وقد التحدي، علشان كده انا بنزل لكم فيديوهات وبحاول ان ما اتاخرش، ولكن يا جدعان لما بلخص حكايه مترجمه بتتعبني في الترجمه، وده اللي بيخليني اتاخر سيكا. وما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ويلا السلام.